هلا والله احبابي في الله، اشتقت لكم هواي. مقطع اليوم مقطع اسطوري يا صاحبي عن جميع احداث الباكات الايفنتات. غدا باذن الله هنشوف كل حاجه بتفاصيلها، بس في البدايه صلى على النبي محمد عليه الصلاه والسلام. اذكروا الله يا جماعه الخير، لا اله الا الله. ومش تستطيع تعمل اشتراك للقناه ولايك عشان نوصل لاكبر ممكن. ويا صاحبي بالمناسبه في مسابقه انا عاملها للمتابعين هم اخواتي طبعا. في اخر الفيديو استنى لاخر الفيديو يا صاحبي عشان تعرف التفاصيل كامله وازاي تشترك في المسابقه ديت. ويلا بينا نبدا الجمدان. وطبعا يا صاحبي اول حاجه اكلمك عليها هي الباكات. ومعنا بكره باذن الله غدا الاثنين افضل باك هينزل في اللعبه هو باك ديربي مدريد. اقوى لعيبه يا صاحبي في ريال مدريد واتليتيكو مدريد. معانا اربع لعيبه جدا نجوم يا صاحبي نازلين بطاقات خرافيه جدا من نادي الريال، واربعه برضه يا صاحبي لعيبه جامده جدا جدا من نادي اتليتيكو مدريد. ويلا بينا يا صاحبي استعرض عليك اللعبه ديت لاعب بالطاقات الجامده جدا بالمراكز بتاعتهم بالاستحواذ بكل حاجه يا صاحبي. ويلا بينا نبدا الجمدان. واول لاعب يا صاحبي اسطوره معانا هو اللاعب فينيسيوس جونيور يا صاحبي، بيلعب ب دبليو اف. لاعب بينزل بطاقه 85% يا صاحبي، وما بيتطور يا صاحبي كمان بيوصل لماكس 100، يعني نسخه جباره جدا. لاعب اسطوري يا صاحبي. ومعانا تاني لاعب الحارس تيبو كورتوا، وهو الحارس صاحبي المتألق في الباك ده. اقوى حارس ينزل بطاقه 87 يا صاحبي، وفي تطويره بيوصل لليفل 97 كمان. بس يا صاحبي اللاعب ده جسمه مساعده جدا وحاجه ضخمه في الجون خالص. وتعالى بينا يا صاحبي نروح للاعب السي بي، اقوى سي بي في الباك يا صاحبي بمعنى كلمه. ديفيد قلب يا صاحبي، لاعب جبار جدا، لاعب اسطوري. يلا بينا يا صاحبي نروح للاعب الجبار لاعب الاس اس انطوان غاريزمان يا صاحبي. لاعب جبار جدا جدا بينزل بطاقه 83 بيوصل لماكس 100 كمان يا صاحبي. ويا صاحبي اللاعب ده جبار جدا، عليه تسديدات خرافيه بمعنى كلمه يا صاحبي. ويلا بينا نروح لاقوى لاعب سي ام اف في الباك وهو اللاعب ماركوس لورينت يا صاحبي. لاعب اسطوري بينزل بطاقه 83 يا صاحبي، وبينزل كمان في تطوير يا صاحبي بيوصل معاك ل 97 باذن الله. ويا صاحبي اللاعب ده اسطوري جدا جدا، يعني لاعب يعتمد عليه فعلا في التشكيله اللي هو السي ام اف بتاعه جامد وحوار يا صاحبي. وغير كده يا صاحبي بيلعب بي ام اف وبيلعب ال دبليو اف كمان وار دبليو اف، يعني حوار يا صاحبي الراجل ده اقسم بالله. وتاني لاعب معانا يا صاحبي هو الفا موراتا يا صاحبي. اللاعب ده بقى مش هقول لك اقوى لاعب سي اف في الباك. اقسم بالله صاحبي لاعب جبار جدا، بينزل بطاقه صاحبي 84 وبيوصل ماكس ل 99 كمان. ويا صاحبي اللاعب ده اسطوري جدا، لاعب يعتمد عليه فعلا في التشكيله ولاعب جبار جبار فعلا. وصاحبي اللاعب اللي بعده اقوى برضه سي ام اف في الباك وهو اللاعب كامافينجا صاحبي. لاعب اسطوري جدا بينزل بطاقه 82 وبيتطور ماكس صاحبي كمان بيوصل معاك لليفل 96 او 97 صاحبي كتير. وصاحب اللاعب ده اسطوري جدا يعتمد عليه برضه، بيلعب ار دبليو اف وال دبليو اف صاحبي وسي ام اف ودي ام اف كمان، يعني لاعب اسطوري بيلعب في اي مكان في الملعب يا صديقي. ومعنا اخر لاعب نهو المولينا صاحبي. اللاعب الار بي بينزل بطاقه 81 صاحبي وبيتطور لماكس 95 كمان، يعني صاحبي لاعب جبار جدا واقوى اخر لاعب معانا في الباك. وده بكره علينا باذن الله غدا الاثنين. تعال صاحبي اقول لك عن المسابقه ايه هي. والمسابقه صاحبي هيكون في اتنين من اخواتي اللي عندي على القناه، طبعا اتنين هيكسبوا معانا صاحبي 550 كوينز صاحبي. بس الشروط لازم تتعمل اول حاجه صاحبي، اول شرط معانا انك تكون عامل اشتراك في قناه اليوتيوب، وتاني حاجه تكون عامل لايك للفيديو اللي بتتفرج عليه دلوقتي. تالت حاجة يا صاحبي انك انت ده انك تتفرج على الفيديو، لان المسابقة صاحبي معمولة اصلا عن اول وصول ل 1000 مشترك و2000 ساعة على القناة يا صاحبي. لو تمت الحاجات ديت انزل دلوقتي انضم لجروب التليجرام وهتعرف كل حاجة هناك، وكل حاجة هنزلها واتكلم معاكم فيها هناك يا جدعان. والسلام عليكم.